واشريف ولا لا، واش خباركم باللي المغرب ما بقاش لاعب؟ واش سقتي الخبار باللي البراق غادي يولي يطير بينا فوق السكه بحال السهم؟ تخيل معايا، كنتي في طنجه ضربتي واحد الوالديه ساندويتش مع 8 الصباح، ومع 10:15 لقيتي راسك في الرباط كتشرب قهوه، ومع 12 لقيتي راسك في جامع الفنا كتقلب على شي طنجيه. هادشي ماشي الخيال العلمي ولا شي فيلم ديال توم كروز، هذه هي الحقيقه اللي جايه في 2029 و2030. اليوم غنفككوا هاد اللغز ديال تمديد التي جي في من القنيطره حتى لمراكش، ونشوفوا واش اكادير حتى هي غتوصلها النوبه. يلا شدوا السمطات، راه الرحله بدات. دابا حنا عارفين باللي البراق كيحبس في القنيطره، دابا الشغل الحامي بدا. غنزيدوا 430 كيلومتر ديال السكه الحديديه فائقه السرعه. سمعوا هاد العجب، الطريق فين غدوز؟ غتخرج من القنيطره وتدخل للرباط، ولكن الرباط مدينه ملكيه ما يمكنش نقطعوها بالنص. داكشي علاش غيديروا انفاق تحت الارض بحال المترو ديال باري، ونفق طويل تحت السلاح ديال المطار. كازا وما ادراك ما كازا. كازا غيقسموها على جوج، خط غيدوز وسط المدينه لكازا مسافرين، وخط كونتورنمون يعني كيدور على كازا من برا باش يوصلك نيشان للمطار محمد الخامس، يعني لا زحام لا كلاكسون ديال التاكسيات البيضين. السرعه التران غيطير ب 320 كيلومتر في الساعه، يعني كازا مراكش اللي كنا كنضربوا فيها 3 سوايع ونص ونوصلوا مسخسخين غنوليو نضربوها في ساعه ونص. ساعه ونص يا عباد الله، ما يلحق حتى الفيلم يسالي في نتفليكس. بزاف غيقولوا ايوا هادشي شحال غيقام علينا؟ جمعوا معايا الحساب. المشروع كامل طالع ل 96 مليار درهم. هاد البركه مفرقه، 53 مليار غير للسكه من القنيطره لمراكش، 29 مليار باش نشريو الطرينيات الجداد، و14 مليار باش نقادوا الار ار يعني المترو الجهوي في كازا والرباط ومراكش. وماشي اي طرينيات غنشريو، المغرب دار شوبينغ عالمي. 18 القطار الفيليا هورايزن من عند الستوم الفرنسيه، هادو هما الوحوش ديال السكه، جوج طبقات كيهزوا 640 واحد. 40 قطار من عند كاف سبينيوليا، هادو غيكونوا بين المدن الكبار. والمفاجاه 110 قطار من عند هيونداي روتيم الكوريه، هادو غيكونوا بحال المترو السريع وسط المدن باش الموظف يوصل لخدمته في 10 دقائق وهو كيضحك. يعني المجموع 168 قطار جديد. المغرب غيولي عنده اسطول يخلع. دابا جينا للمهم، اكادير. الناس تسوس كيسولوا واش حنا غنبقاو غير كنتفرجوا؟ لا يا سيدي، المشروع ديال مراكش اكادير راه كاين في الورق وخدامين عليه الدراسات. طول 240 كيلومتر، الوقت مراكش اكادير في الساعه واحده، والصويره حتى هي غدوز عليها النوبه، وغتولي الطريق من الصويره لاكادير اللي كانت كتاخذ 4 سوايع ولا 5 في الكيران تولي في وقت قياسي. الهدف الكبير هو الخط الأطلسي من طنجة حتى الأكادير في 4 سوايع. تخيل معايا القوة الاقتصادية، الحوت ديال الداخل يوصل للشمال طري، والسياح ديال الشمال يهبطوا لسوس في رمشة عين. هادشي راه كيوجد المونديال 2030 باش الجمهور ما يحسش بالمسافة بين الملاعب. المهم الخلاصة هي هذه، المغرب كيتبدل بسرعة البراق. في نوفمبر 2029 إن شاء الله غنركبوا كاملين من كازا لمراكش في خط ديريكت وفائق السرعة. هاد المشاريع ماشي غير حديد وسكه، هذه تنميه، خدمه للشباب وتقريب للمسافات. نتوما قولوا لي في التعليقات، واش كتظنوا باللي هاد التوقيت 2029 غيكون هو هذاك؟ وشنو هي اول مدينه غتسافروا ليها فاش يكمل هذا المشروع؟ انا بعدا غنمشي ناكل املو في اكادير ونرجع لداري في نص نهار. ما تنساوش تخليو لايك، تبارطاجيو الفيديو وتابوناو باش يوصلكم الجديد ديال بلادنا.